السلام عليكم. شايفين اللي في الطبق ده ايه؟ دي مش لحمة باردة ولا دي كمان طاجن لحمة، ده لسان هنعمله بطريقتين اتنين. اول حاجة بجيب حلة على النار واحط فيها مية لحد ما تغلي، وهنزل عليها بطماطماية وبصلة وورق لوري وحبهان وفلفل اسود، علشان اسلق اللسان. هحطه بقى في المية المغلية كده علشان هو بيبقى عليه القشرة الخارجية دي لازم تتقشر، فمش هتطلع غير بالغليان. هتلاقوها يعني غليظة كده وباينة اهي، هو الشكل ده كده. فهسيبها بقى تستوي، تقريبا خد ساعة وربع. بعد كده عملت له اختبار، لقيته استوى بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده، وتقدري تعمليها بصوابعك برضو. انا بحبها لحمته تبقى جامدة شوية، ما تبقاش طرية. إن حبيتي انتي بقى ان تكون مستوية شوية سيبيه يستوي. القشرة الخارجية ديت يعني حاولي تستحملي شوية وتشيليها وهي سخنة، لأن لو سبتيه برد هتتقطع معاكي وهتغلبك انتي. فاضغطي على نفسك كده وشيليها وهي سخنة. بعد كده كنت شيلته خالص اهو. اللسان يعني بيبقى لسان كده من قدام، واللي ورا ده كده بيبقى عبارة عن لحمة. قسمته اهوت القطعة اللي فيها اللحمة ديت هقطعها كده، علشان هعملها في طاجن في الفرن. طعمها فظيع جدا، مع ان هي نفس اللحمة، بس سبحان الله اللي متحمرة طعم واللي في الطاجن طعم تاني. قطعتها بالشكل ده كده، وهجيب طاسة على النار. هحط فيها معلقة زيت علشان احط معلقة زبدة وما تنحرقش، وهنزل عليها بحتتين تلاتة كده من اللي هي الضاني، بتديها نفس جميل جدا. بعد كده بعد ما يعني السمنة تسيح كده وتسخن كويس، هنزل فيها هكون مقطعة بصلتين اتنين جوانح كده. هقلبها في قلب السمنة وهسيبها تتكرمل وتدبل معايا. بعد كده هنزل عليها بطماطمية مكعبات، وقرن شطة حراق أو فلفل عادي بارد اختياري، وأربع فصوص توم. هقلبهم في قلب بعض كده، وبعدين هنزل عليهم بمعلقة صلصة كبيرة من اللي هي المعلبة. وهحط عليها كمان، بما اني حاطة طماطم وصلصة، هحط رشة سكر. والتوابل بقى عبارة عن رشة كزبرة ورشة ملح وفلفل اسود، وحطيت كمان مكعب مرق من اللي هو بتاع اللحمة، وفلفل اسود طبعا. هقلبهم في قلب بعض كده، يدبلوا في قلب بعض وياخدوا الطعم الجميل كده، الخضار كله مع بعضه، والصلصة كده تفك مع بعضها. بعد كده بقى هنزل باللحمة اللي انا قطعتها اهوت، بخليها تاخد تشويحتين. وبعد كده هنزل عليها بنص كوباية مية علشان ياخدوا غلوة على البوتاجاز. وبعد كده ايه، هجيب الطاجن اللي هدخله الفرن، هحطه في قلبها اهوت بالشكل ده كده، وساوي شكلها بعد ما خدت طبعا غلوتين على البوتاجاز من فوق. ودخليها الفرن، تقريبا قعدت كمان نص ساعة وكده كان زي الفل. خلاص فاضل معانا ايه؟ اللسان اللي هو الحتة اللي قدام. هقطعها شرايح طولية زي ما انتوا شايفين كده، وهجيب جريل على النار. هحط فيه معلقة زبدة برضو وحتتين تلاتة من اللية، وما ننساش شوية الزيت علشان الزبدة ما تنحرقش. بعد ما تسخن معايا كده، هنزل عليها بشرايح اللسان اللي انا قطعتها. بتاخد كده على كل وش مفيش دقيقة، هتتحمر معايا بسرعة. والتوابل بتاعتها عبارة عن رشة ملح وفلفل اسود بس. لو انتوا حابين بهارات تانية تمام، بس هي دي البهارات اللي هتبقى حلوة معاها. قلبتها على الوشين الاتنين في السريع كده اهوت، وحطيت رشة الملح ورشة الفلفل الاسود، وحطيت شوية خضرة في السرفيز وهطلعهم عليها كده. طعمها رائع وجميل جدا جدا جدا. ان كانت اللي متحمرة، اللسان المتحمر في قلب الزبدة كده على وش البوتاجاز على الجريل، او الطاجن. سبحان الله، رغم ان هي نفس اللحمة بس الطعم مختلف خالص ان كان طاجن ولا متشوحة على الجريل.